وانا قاعد كده بتابع ريلز ورا التاني ورا التاني ورا التاني، وبقلب واقلب وافضل اقلب واقلب، فجأة الاقي كل الترند اليومين دول على الاي اي. مستقبل البرمجة مع التطور الهائل للاي اي. هو الاي اي هيبدل المبرمجين ولا مش هيبدل المبرمجين؟ الذكاء الاصطناعي راح يستبدل المبرمجين. خلي بالك ان موجة الاي اي اللي حصلت دي هي قضت فعلا على مبرمجين كتير بالفعل. يعني انا خلاص كده انا بقيت ماليش لازمه؟ طب واحلامي؟ طب طموحاتي؟ طب البرمجه ايه بقى؟ حته آلة زي دي هتستبدلني؟ هتعرف تعمل ده كله لوحدها وترميني؟ لا، يبقى لازم بقى الخطه بقى، لازم هاجر برا مصر. هو ده، وهشوف لي اكل عيش هناك بقى، واعمل كارير وحياه جديده مثاليه وجامده وجميله وكويسه، والدنيا انت بتقول ايه؟ ايه عاوز ايه؟ ما هي دي الفكره السليمه اللي جت في دماغي بقى. قوم يا صاحبي ترمي هنا، روح شوف لك شغلانه. قوم هي ناقصه وجع دماغك. طب ما فهمني طيب، انت جايب الثقه دي كلها منين؟ عاوز تفهم؟ تمام، انا هفهمك. بص، مبدئيا كده انا معاك في كل اللي انت بتقوله. انا عايزك بس تدي لعمك الاي اي شات جي بي تي او كلود او جيميناي، اي نموذج اي اي مش مشكله، تخليه يعمل لك تطبيق كامل شغال وموجود على ارض الواقع. طب ما انا فعلا شفت الحاجات دي يا صاحبي، وناس كتير قوي عملوه. فعلا الناس عملوه، ولكن هل تفتكر الناس سابت الاي اي يعمل الحاجات دي لوحدها؟ الاي اي ما طلعش اخطاء، ما عملش كوارث، عمل تطبيق كامل شغلته وكسبت منه على ارض الواقع. الاي اي كده كان نايم وصحى الصبح قال لهم صباح الخير، انا عملت لكم التطبيق بتاعكم برياكت ونود جي اس، ويلا بقى واشتغلوا بيه واكسبوا يا حبايبنا. الاي اي عمره ما هيطلع لك ابدا تطبيق لوحده، لازم دايما مساعده مبرمج متخصص او حتى مبرمج عارف الاساسيات، مش لازم متخصص لكن عارف الاساسيات وعارف هيتعامل معاه ازاي. وهديك مثلا مثال على كده علشان تصدقني. انت دلوقتي واحد مش فاهم اي حاجه في مجال البرمجه، بس انا طلبت منك انك تخش على اي موقع من الاي اي اللي احنا ذكرناهم سواء كلود او جي بي تي او اي حاجه، وقلت لك اعمل لي تطبيق ويب كامل وموجود وشغال على ارض الواقع، وكمان تسلمه لي بالدومين. يعني من الاخر انا عايز منك كل حاجه في التطبيق من from A to Z شغاله عندي وكله تمام ومفيش اي اخطاء ولا مشاكل ولا اعطال برمجيه. والله لو عملت ايه هتفضل تتنطط على الكود ده رايح فين وده جاي من ايه. طب انت كده شايف يعني ان احنا في امان كده وخلاص؟ لا طبعا احنا مش في امان، بس احنا في سباق. اللي يكسل طبعا ويتكل على الاي اي هيعديه ويقول له مع السلامه، مستغنيين عن خدماتك لقد نفذ رصيدكم. لكن كل اللي هيتعلم يستخدمه كاداه مش كبديل هو ده اللي هيكسب. بص انا عايزك تاخدها قاعده، المبرمج اللي شغال على نفسه وخد كورسات وعارف يكتب كود اخيرا ويدوي كامل ده اسمه مبرمج عادي من بتوع زمان. لكن المبرمج التقيل اللي واخد كورسات وبيعرف يكتب كود بايده ولكن بمساعده الاي اي هيكون مبرمج قوي جدا وموجود في الزمن دوت لسوق عمل وشغل باذن الله. بص انت حاليا بتفكر نفس تفكير الشخص اللي بيقول لك يا باشا في حاجه اسمها الغساله الاوتوماتيك، دي غساله جديده واوتوماتيك، فانا خلاص الغسل بايدي ما عادش ليه اي لازمه. الغساله الاوتوماتيك بتعرف تعمل كل حاجه وهتغسلي الهدوم وهتعمل لي كل حاجه من اولها لاخرها. بس جدع انسى بقى كده، حط لها بايدك المسحوق او الكلور اللي محتاجاه، ساعتها الهدوم هتطلع بتبرق، بس هتبرق اكتر وامك بتيجي وراك بالشبشب. طب بص قول لي كده بصراحه، في حاجه الاي اي مش هيعرف يعملها؟ طيب يا باشا تعالى نعدهم سوا. يفهم احساس المستخدم من غيري؟ لا. يقرر افضل تجربه استخدام من غيري؟ لا. يخترع فكره جديده تماما؟ صعب. يتحمل ضغط عميل يقول لك الكود فيه مشكله فين ومش عارف ايه من غيري؟ مستحيل. يشرب 3 كوبايات شاي في الساعه؟ لا ده انا بس يا جدع والله كلامك كله دخل دماغي اقسم بالله. بص علشان دماغك برضو ما تفكش، المقصود من الاول والاخر انك لازم تتعلم الاي اي، بس لو فقدت شغفك خلص. يعني لو مش فارق معاك تتعلم وتتطور يبقى انت كده استسلمت، وساعتها بقى صدقني مش بس الاي اي هيستبدلك، اي حاجه في الدنيا عموما هتستبدلك، لان كل حاجه بتتطور وكل يوم بيظهر حاجه جديده. فانت مش هتفضل ثابت مكانك، لازم من النهارده تبدا، ولازم من النهارده تتحمس، ولازم من النهارده تتعلم. خلاص هقوم دلوقتي افتح لابتوبي وهخلي جي بي تي المره دي جنبي مش ضدي، وهو ده الكلام الصح.
خليك دايما سابق وافتكر وتعلم ان الذكاء الاصطناعي مش عدوك، ده المساعد بتاعك، بس انت اللي لازم تكون القائد. لو وصلت للاخر يبقى انت شخص لسه عندك شغف، شخص متحمس، شخص بتحب تتعلم وتطور، وعرفت اخيرا ان الذكاء الاصطناعي مالوش اي علاقه باستبدال المبرمجين. هل الذكاء الاصطناعي يستبدل؟ يستبدل، لكن هيستبدل المبرمج اللي مش شغال بالذكاء الاصطناعي. ولايك وشير وكومنت يا اخواتي، مع السلامه.